قطاع خدمي داخلي، موانع اتربه، موانع هواء، موانع ميه، حاجات كتير. انت كعميل لو بتشطب بيتك دايما بيقف معاك موضوع الشبابيك والابواب، ودايما بتحتاج حاجه مناسبه تعيش معاك عمر طويل وكمان تكون عمليه واعتماديه. الموضوع ده كله متوفر في قطاع موجود في السوق. لو عايز تعرف القطاع ده ايه تعالى معايا نعرف التفاصيل. بالك قد ايه تشتغل في مجال الالومنيوم؟ من 2004. بالك قد ايه تشتغل بقطاعات اي جي ماس؟ احنا من اوائل الناس اللي اشتغلت مع اي جي ماس. ايه اللي بيميز قطاع اي جي ماس عن غيره في السوق؟ بيوري القطاع السحب، اسطمبات ممتازه، اسطمبات كويسه جدا، مريحانا احنا على المنشار، مريحانا في التجميع، مريحانا في الشغل، وبعدين في التسليم بتبقى حاجه سلسه جدا وحاجه سهله جدا وحاجه بتبسطنا وبتبسط العميل. ايه رد فعل العميل بعد ما بيشوف الشغل بعد ما ركب؟ احنا كنا داخلين تحدي مع المكتب اللي احنا اشتغلنا معاه الاولاني، بس اللهم لك الحمد احنا فاجئناه وهو انبهر جدا جدا بالموضوع ده. ما كانش متخيل ان القطاع هيبسطه قوي كده. لا قطاع كبير، هنتكلم مثلا عليه 105، قطاع كبير، تراكات ستيل، قطاع خدمي داخلي، موانع اتربه، موانع هواء، موانع ميه، حاجات كتير بسطته. لو حد بيشطب مكانه وبيفكر يستخدم قطاع من القطاعات المضروبه تقول له ايه؟ هقول له طبعا لا. ثانيا هرشح القطاع بتاعنا قطاع اي جي ماس، سواء اي 105، اي 3 سبعات، اي 47، اي 37، ده بيرجع لفتحه المقاس اللي عند العميل.